حبايبي الحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهارده جايين لكم فيديو جديد ويا رب يعجبكم. هناكل ايه بقى مع بعض؟ عدس شوربه وهفت فيه عيش ناشف. المره دي ما عملتوش يعني ما تعملش يعني بالشعريه. عايز طريقه العدس بقى؟ يرجع لاول فيديوهاتي هيلاقي بقى عدس شوربه فته، وهيلاقينا عاملاه بالشعريه ومحمصه له عيش وهي بالتفاصيل موجود على القناه. تعالوا بقى اتغدوا معايا. كل ما اجيب لكم العدس رز العدس شوربه، بس بالنسبه لي يعني احسن من الفراخ واللحمه. عايزين بقى تفتوا عيش طري براحتكم، عيش محمص براحتكم، بس يعني انا بختصر. وطبعا بشكر كل فانزاتي اللي علقولي على اخر فيديو. والله انا فرحانه قوي بتعليقاتكم الحلوه دي، ويا رب اكون عند حسن ظنكم كده ان شاء الله. الفيديوهات احلى واحلى، بس معلش بقى انا مقصره في حق الفيديوهات يعني اليومين دول، سامحوني يعني عندي شويه حاجات كده، بس بحاول يعني ايه ان انا انزل لكم يوم بعد يوم. لايك حلو بقى، لايك جميل اللي اول مره يشوفني. يا عكس حبنا. تعالي بقى، ده ايه ده؟ فلفل اسود ده ولا ايه؟ واخر خدي بقى صوره مصوره كده وانا بعمل العدس بفصله عشان احطها غلاف. كده الفيديو موقف يعني، بس انا والبتاع ساعه هنكسر في الرغيف. ما بديهاش بقى حلاوته يا ولاد. ده في الشتاء مفيش حاجه تدخيني في الشتاء خالص الا شوربه العدس. والله بحس انها بتديني طاقه كده، يفضل جسمي متلج. نقلب بقى كده تقليبه حلوه كده يا ولاد. العدس طبعا سخن نار. اساسي بقى الليمون، انا ما بحبش ابلع جنبه حاجه لان هو الصراحه تعمل له تقليه كده جميله. طشه بقى، ارجعوا بقى وشوفوا الفيديو، بتديله طعم خطير. يا سلام يا سلام. قد ايه حلو الغرام. تقليبه بقى كده، شوفوا حلوين راحكم وناكل بقى على طول. قالوا مش يطلع. لذيذ. بذرة الليمون. وفاء النار. ما شفتش بس ليه؟ ما عنديش وقت. حلو قوي. عايزين بقى تعملوه خفيف كده بقى، فته خفيفه ماشي، فته تقيله زودي عيش.
باكلش جنبه اي حاجه. مين زيي بقى؟ ده حلو. باين. النهارده مش عارفه ملتزمه الصمت بقالي فتره كده، كام يوم يعني. مش عارفه والله ليه. ما ينفعش يتاكل الا سخن كده. عشان ما اطولش عليكم الفيديو بقى، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله ويكون احسن واحسن، وباي باي.